سلام، ان شاء الله تكونوا قاع بخير خياتي، وان شاء الله الفيديو تاعي يلقاكم بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم كما راكم تشوفوا في الفيديو جيتكم بواحد الوصفة تاع مقروض روعة وسهلة بمقادير مضبوطة. ان شاء الله اي وحدة تسيه غادي تنجح فيه. معسل مرمل يذوب في الفم، يعني وصفة رائعة بمعنى الكلمة. اذا تبعوا معايا خواتاتي الفيديو حتى للاخير هكا باش نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير اللي هي جدا 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 مهمة. يعني فيها واحد الاسرار لازم نتبعوهم باش ينجح لنا المقروض تاعنا. إذا بسم الله على بركة الله نروحوا مباشرة لطريقة التحضير مع المقادير مع بعض. إذا نحتاج في المقروض تاعنا إلى سميد يكون، أنا استعملت نوعية تاع ماما الخشن، استعملت 4 تاع الكيلات، 4 تاع الكيلات يكونوا ممسوحين. واستعملت نفس الكيل سمن ناقص 2 دوا، كملت هادوك 2 أصابع بالزيت. 4 كيلات سميد خشن تاع ماما، أنا استعملت هذا النوع وانتم استعملوا النوع اللي تفضلوه. عندي كيلة تاع السمن ناقصة 2 دوا، كملتها بالزيت كما شفتوا. وعندي يعني 2 قرصات يكونوا شوية كبار تاع الملح باش ما يجيناش المقروض تاعنا صامت. المقروض تاعنا ما نديرو فيه لا سكر لا فرينة لا بيض كما راكم تشوفوا، غير السميد وليدام وشوية تاع الملح فقط. ونحكو هذاك السميد مع اليدام تاعنا جيدا حتى نغلفوا كل الحبات تاع السميد بالليدام اللي درناه. بعد ما شفتوني هذيك المرحله لازم نديروها يعني مده 10 دقائق ولا وحنا نخلطوا في السميد مع اليدام نغطوه. انا هنا درته في الليل، غطوه بالبابي فيلم ولا بساشي وزدت طرشون وخليته يبات. من جهه رحت نحضر الغرس تاعي. الغرس سهل جدا التحضير تاعه، اي وحده تقدر تحضره. هنا فوروه ولا ديروه في الميكرووند، بعدت له شويه تاع الزبده شويه تاع القرفه، نكهوه كيما تبغوا، يعني تقدروا ديروا له الكبابه وشويه ما زهر وعجنته ودرته حرابش. هنا نحتاجو للمقروض تاعنا نفس الكيلة تاع ماء الزهر، انا نستعمل ماء زهر فقط، ما درتش ماء وماء زهر، تقدروا تخلطوا عادي جدا. درت نفس الكيلة تاع الماء الزهر. اذا بعد رحت جبت هذاك السميد تاعي بعد ما حليته، تلقاوه شويه يعني تماسك، يعني السمن يجمد. عاود فتحته مليح بيدي ونبدا نشمخ بالكميه القليله. كما شفتوني ديت كميه قليله من هذاك السميد، ما شمختهش على ضربه لانه انا عندي كميه شويه كبيره. نتوما الا درتو كميه صغيره يعني تقدروا تشمخوه بالكيلة هذيك تاع الماء وماء الزهر، لكن ما تشمخوهش يعني كليا، شمخوه وخلوا منها شويه. ممكن طيحوا في سميد يعني ما يشرب لكمش. انا نخاف باش نشمخه يعني ضربه واحده صراحه، لانه نخاف السميد ما يشربش ويتعجل لي. نبدا نشمخ بكميه قليله تاع نرش فيه بالماء زهر تاع السميد حتى السميد تاعي يتشكل كرة تحت يدي، يعني ينجمع. ومن بعد كي ندير حربوش لازم ما يتفتحش كيما شفتوا هنايا في الفيديو، راه تفتح لي يعني نتحل، يعني هنا خاصه شويه تاع الماء نعاود نزيد له. وكي نشكله حربوش لازم هذاك الحربوش ما ينتحلش، اذا نتحل لكم يعني راه ناقص ماء. وحتى اللون تاعه يتبدل يعني على السميد اللي قبل ما نشمخوه. قبل ما نشمخوه يكون صفار كما راكم تشوفوا، وكي نشمخوه يعني يولي رايح شويه الابيض. لازم العجينه تاعكم باش تعرفوا ما خاصهاش الماء، يعني تتشكل ما تبقاش تتزربع. وكي ديروا حربوش وتدوروه فوق سطح العمل ما ينتحلش. الا نتحل لكم زيدوه غير قطرات فقط من الماء، ما تكتروش الماء، خاطرش الماء الا كترنا له غادي يجيكم يابس حجره. سر تاع المقروض في الماء، ماشي في ليدام، ماشي في السميد، ما في والو، هو في الماء. الا كترنا له الماء يجينا يابس، وإلا نقصنا له الماء بزاف غادي يتحل لنا في المقله. طريقه التشكيل راهي باينه. نزير بلا ما نعجن، نضيف فيه في القطرات تاع الماء ونزير كيما شفتوا. نشكل حربوش، ما ديروش غليظ بزاف، ومن بعد نطبع
ونقطع بهذا الشكل يعني، ونسقم الحواف تاع الحبة التوعي دايما بالكوبات، يساعدكم بزاف وتجيكم الحبة بيان فيني كيما راكم تشوفوا. هنا راني نقطع فيه، راكم تشوفوا السمك ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف، يعني هو من الاحسن غير ديروه رقيق وما ديروهش غليظ بزاف باش يطيب لكم من الداخل ويوصله يعني القلي حتى للداخل ويجيكم ما يجيكمش خضر، ما يبقاش معجن. هنا راني نعاود معاكم في كمية شوية تاني اخرى تاع السميد، دايما ندي بالكمية والمزهر الكيلة هذيك تاع المزهر غي قدامي، ونبدا نرش في السميد تاعي غير بشويه. الا شفته يعني يعني جريتوه بزاف تقدروا تزيدوا له شويه من هذاك السميد الناشف اللي راه في القصعه، يعني عادي. كما قلت لكم لازم العجينه تاعكم تتشكل تحت يديكم وما ما تتحللكمش، يعني يتشكل الى شكل يعني ما يبقاش مزربع، تما تعرفوا باللي سي بون تطبعوه ديريكتومون. هنا دايما ديروا حبة اللي تناسبكم، يعني اللي شفتوها مناسبة في الحجم تاعها ديروا على حسابها في الغلط تاع الحربوش تاعكم هكا باش يجيكم الحبات متساوي. راكم تشوفوا في الفيديو كيفاش راني نطبح فيه وكيفاش نسقمه بالكوبات. كل شيء راه امامكم. كي تجوا ترفدوا الحبه الى لقيتوهم لاصقين دائما من الاحسن فوتوا من تحت بالسكين هكا باش ما يتخسروا لكمش الحبات تاعكم. شكلت الحبات تاوعي كما راكم تشوفوا بعد ما حشيته بالتمر. التمر هنا يعني تبغوا تكتروا ولا تقلوا راجع ليكم. دائما المقروض تاعكم كي تشكلوه غطوه بطرشونه تكون ايميد، يعني تكون منديه، من الاحسن تكون منديه. درت الزيت تاعي تسخن كما راكم تشوفوا، ودائما تستي الزيت تاعي بشويه من العجين. اذا شفناه طلعت يعني الزيت تاعنا راه واجد. نقلوه على زيت متوسطه ماشي ساخنه بزاف ماشي قويه، عفوا ماشي نار قويه هكا باش ما ينحرقلناش، ونخلوه ياخذ وقته يعني في الطياب. ما تقلقوش عليه، ياخذ من 7 حتى ل10 دقائق وهو يتقلى باش يجيكم مرمل من الداخل ووصله الطياب الداخل، ما يقعدش معجن وخضر من الداخل. كما راكم تشوفوا هذه المقله الاولى ولا حبه انفتحت لي. نتمنى ان شاء الله تكونوا تبعتوا معايا الفيديو مليح، واذا كاش عندكم كاش سؤال ولا خلوا لي في التعليقات. مباشره كما نعرفوا المقروض من المقله للعسل ونخلوه. كمل كميه كاع اللي عندي نقليها، وهذا هو بعد ما قليته جاء من اروع ما يكون صراحه. هذا المقروض جاي يذوب في الفم بمعنى الكلمه يذوب. ان شاء الله الوصفه تاعي تاع نهار اليوم تعجبكم، ونقولكم تبعوا برك المقادير المضبوطه وطريقه التحضير وغادي تنجحوا فيه. والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. ما تنساوش خواتاتي اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم وخلوا تعليق واشتركوا في القناه، ونقولكم نتلاقى في وصفه قادمه ان شاء الله، دائما مع الوصفات السهله والبسيطه. الى اللقاء.